بيتزا في 3 دقايق ما تعبناش فيها، ما خدتش مننا وقت ولا مجهود ولا دفعنا فيها شيء وشويات. ممكن تدوق واحده دفيها لك بس عشان احنا لما لسه اخلص فاكينها. المثلث الحلو اللي في ايدي ده. فرن شغال، ميكرويف شغال، في الصحراء شغال، في اي مكان شيف اسراء اتاكلنا بيتزا. السلام عليكم، عاملين ايه؟ بصوا، هو احنا لو عايزين ناكل بيتزا هيبقى قدامنا حلين. اول حل اللي احنا هنعملها في البيت بس هتاخد مننا وقت ومجهود، وفي الاخر بتطلع معانا قرص تراب من الاخر يعني. والحل التاني اللي احنا نجيبها من مطعم كويس بس هندفع فيها كتير. شيف اسراء بقى عملت حل تالت، بيتزا في 5 دقايق. والصدمه بقى ان انا رحت عشان اشوف البيتزا دي لقيتها بتاخد 3 دقايق. اللي هو ازاي بيتزا في 3 دقايق؟ ده انا سندوتش الجبنه بعمله في 10 دقايق. يلا بينا نروح للشيف اسراء ونشوف قصه البيتزا دي عشان انا جوعت. ازي حضرتك يا استاذ عمرو؟ الحمد لله كله زي الفل. انا بشكرك على الاستضافه الجميله دي، وبشكرك على البيتزايه اللي انا هاكلها في 5 دقايق. ايوه احنا اللي بنشكرك والله ان انت جيت لنا وتسلم. ربنا يخليك يا ست الكل. انا عايز اعرف بقى ايه حكايه البيتزا اللي في 5 دقايق دي؟ هو الموضوع كله ان انا كنت عاوزه اكل الناس حاجه نظيفه وسعرها حلو زي ما باكل ولادي بالظبط، لان الاسعار بره بقت مبالغ فيها قوي. فعملت بيتزايه مستويه سمكها متوسط، علشان برضو اللي بره مثلا في السوبر ماركت او كده بتبقى تخينه قوي. بس انا اول مره اشوف اكياس الجبنه بتاعتها واكياس الصلصه كمان معاها، ومفيش برضو بالاعشاب والحاجات كده، يعني دي زعتر واعشاب انا حاطه فيها. تصدقي؟ طيب الثلاثه دول بكام بقى؟ دول ب 80، ثلاثه مع بعض ب 80. في اي لحظه ضيف دخل، جده عاوزه تاكل احفادها ومش قادره تعجن، في ناس ما بتظبطش اصلا مع البيتزا، حد عايز يبقى قاعد لوحده، فبتبقى سهله جدا. دي كده احنا بنتكلم، بص حضرتك يا استاذ عمرو، بص طريه جدا ازاي. احنا بنتكلم دي معموله اكتر من اسبوع، حسها هتلاقيها ساقعه جدا، انا بفكها لسه الحاجات يعني متلجه. يعني انا ما بجيبش لحضرتك حاجه فريش تشوفها. المفروض بقى صلاحيتهم مثلا كام؟ بتقعد معايا كام؟ بتقعد من يوم ل3 شهور في الفريزر سليمه، تطلعها تفك كده تلاقيها فريش. وعندنا بقى الميني منها كمان الصغيره دي بتبقى 12 مع بعض، هي نفس الكبيره بالظبط بس انا عاملاها صغيره عشان لو حد حب بقى ياخدها النادي عيد ميلاد، فتبقى نفس الطعم ونفس الفكره. طيب احنا عايزين بقى نعمل البيتزا في 5 دقايق. تمام، حلو. انا دلوقتي خدتها من حضرتك وحطيتها في الفريزر، ولما انا احتجتها عايز اعمل بقى البيتزا. ماشي، احنا طلعناها دلوقتي. تمام. اهي فكت. تمام. احنا عندنا كيس الصلصه ده اللي بيحب ياخده، هو ده بيكفي واحده كبيره، او الكيس الصغير اللي 12. على فكره دي اكتر حاجه عجباني في الموضوع، ان انا يعني باخد العجينه بالصلصه بتاعتها بالجبنه بالظبط. والصلصه دي هي بدون اي مواد حافظه خالص، بزيت الزيتون ونفس الاعشاب اللي احنا عاملينها للبيتزا وكل حاجه. طيب بالنسبه بقى للجبنه بقى، الجبن بقى احنا عندنا نوعين. انا بستخدم اولا الجبن طبيعيه 100%، ما بستخدمش اي حاجه فيها دهون مهدرجه ولا الكلام ده. دي حاجه مهمه، ما فيش اي حاجه فيها زيت نباتي. لا خالص. انا الميكس انا بجيب حاجات يعني الجبنه الرومي طبيعيه والموتزاريلا طبيعي، وانا بميكسه عندي وبغلفه. ده الكيس ده بيكفي واحده كبيره او 12 صغيرين، ده الموتزاريلا. يعني في ميكس وفي موتزاريلا لوحدها، اللي حابب ده او حابب ده. وهوري كمان حضرتك الموتزاريلا هتاكد انها طبيعي منين، يعني هعمل لك اختبار كده عليها. هتعرف انها طبيعي. دي الشبكه بتاعه الفرن. تمام. احنا ما بنحطش لا صاج ولا صينيه ولا اي حاجه، احنا بناخد شبكه الفرن اللي هي العاديه اللي عندنا كلنا. بالظبط. ماشي. تكون طبعا انت بقى منضفها وخلاص متاكد من نظافتها. نحط البيتزايه كده ونبدا نحط الصلصه ونحط الجبن. انا هدوق حضرتك الاول بالجبن بس، لان اساس البيتزا عشان تعرف اصلا انها حلوه ولا وحشه، عشان اخد بالي من العجينه. بالظبط. تدوق العجينه. انا مش بطلع لك بقى حاجه مليانه بقى صوصات والكلام ده فمغطيه على الطعم الاساسي، لا. انا شايف عند حضرتك هنا في سلامي وفي سوسيس وستريبس. انا مش بطلع ده من عندي. انت مش بتطلعي ده، انت بتطلعي البيتزا والصلصه والجبنه. بالظبط كده. هعمل لك واحده جبنه بس، وهعمل لك واحده لحوم مثلا وواحده تشيكن رانش او كده. طيب زي الفل. هو احلى حاجه في الموضوع ده اللي انت وفرتي على الناس اللي بتعمل البيتزا في البيت وقت ومجهود. وعاوزه اقول لحضرتك يعني انت في اي مثلا مطعم او كافيه بتستنى قد ايه لحد ما البيتزا تطلع؟ او لو عملت اوردر عادي اسرع واحد نص ساعه. نص ساعه. طيب احنا دلوقتي هتاكلها في 5 دقايق غير اللي بيتدفع يعني. بالظبط. بص حضرتك تحس انها صلصه. هي فعلا تقيله مش خفيفه. دي بتفرق طيب في الطعم؟ بتفرق طبعا في الطعم. وغير كده لما انا اجمد حاجه هي خفيفه اصلا على ما توصل لحضرتك تبقى ميه. يعني هو انا عملت ميكس بين حاجات ايطالي على حاجات امريكي، يعني هي اصلا الايطالي المفروض بتبقى خفيفه صلصتها كده، بس ده الكلام ده لما اجي اعملها فريش. لكن لو انا قعدتها في الفريزر وطلعتها هي بتعمل ميه زياده، فحضرتك تيجي تطلعها تلاقيها بتبللك العجينه اصلا، مش هتبقى كويسه خالص، لا في طعم ولا في شكل ولا في لون ولا اي حاجه. نص موتزاريلا حلو ونص ميكس، ايه رايك؟ حلو جدا. عشان تدوق الاثنين. هو نفس الكيس على فكره وزنه، يعني انا مش مثلا هحط من كيس اعلى من كيس، لا هو نفس الوزن بالظبط.
خلاص احنا كده عملنا خبزنا وعجنا وكل حاجه وخلصنا. المفروض بقى كده 5 دقايق والبيتزا تطلع. هو طبيعي ان اي عميل بياخدها بيفتح من فوق بس. ليه بقى؟ علشان هو ما عندوش الخبره ان هو ايه، لو فتح من تحت انا كده كده مطلعها مستويه، هو لو فتح من تحت ممكن ايه يخليها بسكوت. دي معلومه مهمه. بالظبط. يعني لو النار من تحت على البيتزا بتنشف. لو فتحها وقت معين. انا علشان عارفه فانا فاتحه من فوق وتحت دلوقتي. تمام. يعني في ناس يحبوها مقرمشه. انت بتنصحي الناس اللي هي تسوي من فوق بس، بيفتحوا من فوق بس. حتى التعليمات اللي انا ببعتها معايا ان احنا بنفتح من فوق بس. تمام. لحد ما الجبن تسيح. هو احلى حاجه في الموضوع يا جماعه اللي انا ولا عجنت ولا طبخت ولا في وقت راح مني ولا في فلوس كتير قوي اتدفعت. فتعالى كده، المفروض ان انا واحد دلوقتي ما بعرفش اطبخ، تمام؟ انا معايا البيتزا طلعتها من الفريزر، ومعايا كيس الصلصه اللي انا شاريه مع العجينه. نفتح يا باشا الكيس. دي اكتر لحظه بحبها في البيتزا، اللي هي اللي انا بزوق بس، ايدي بقى ولا عجنت ولا عملت، وبزوق بقى يا باشا على دماغي. انا خدت العجينه والصلصه، احط اللي انا عايزه بقى. يعني في بنوته اخدت مني، كان عندها صاحبتها فعملوا بارتي بقى ان كل واحد يعمل بايده. ما هو وعملوا بقى وكل واحد عمل بقى نص ونص وحاجات كده. اللي هو يعني بجد من غير مجهود انا عملت بيتزا بالزبط. على مزاجي. عايز بقى اكتر، عايز اقلل براحتي، انا مفجوع فانا ايه ممكن ازود شويه. واللي شايف ان الجبنه كتيره بيحط ويعين الباقي. احنا كده بقالنا يعتبر دقيقتين وشويه او 3 دقايق، ونسينا كمان. ده خلصت في 3 دقايق يا جماعه. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. تسلم ايدك يا ست الكل. الف هنا. هي مختلفه. شفت بقى؟ مختلفه للاحلى بكتير يا جماعه. انا عايز اقول لك ان العجينه اصلا لو مش عليها الجبنه والصلصه بتتاكل حاف. يعني ممكن تدوق واحده دفيها لك بس عشان احنا لما اخلص المثلث الحلو اللي في ايدي ده. هي شيف اسراء قالت لي اللي هي ايه بتنافس المحلات، لكن هي بتنافس اكبر المحلات. العجينه يا جماعه ايطالي. خلطه الصلصه باين اللي هي متعوب فيها، والجبنه حلوه جدا، هي زي ما هي قالت اللي هي طبيعيه، الجبنه مش مزيته. انا اشتريت. الف هنا. تسلم ايدك يا ست الكل والله. بصي يا والله. اسلام هوري لحضرتك ايه. يعني دي احنا ما عملناش فيها اي حاجه اهي. انا بطلعها مستويه، يعني حضرتك لو شفت من جوه مستويه. حد حابب من غير توابل انا بعمل الساده، وبنستخدم الميني في حاجات مسكره. يعني العجينه دي اصلا من غير الاعشاب اللي فيها انت بتعملها ساده. بالظبط. بس عايز اقول لك اللي هي احلى حاجه فيها الاعشاب دي. في ناس بس ما بتحبش طعم الزعتر الكلام ده، وعلشان نستخدم دي مثلا في مناسبات تبقى حلويات، فمش هينفع نحط على الزعتر. ينفع حلويات. بنحط نوتيلا، في فيديوهات عندي على الصفحه نحط نوتيلا، مربى، حاجات كده. اسمها ايه؟ دولشيتو. هو دولشيتو. نفس اللوجو ده والاسم، نفس اللوجو ونفس الاسم. ابحثوا عليها على الفيسبوك. في انستجرام، في انستجرام بنفس الاسم ونفس اللوجو برضه. طب احنا عايزين نعرف من حضرتك انت بتوصلي فين بالظبط؟ بنوصل القاهره والجيزه كلها. القاهره كلها والجيزه كلها. ورقمي انا بقى بتاع التليفون هو اللي احنا الناس بتتواصل عليه يعني. طب ممكن تقولي 011 1 74 76 276. تمام. وانا برضه هحط في الكومنتات. حطينا السوسيس والجبنه والصلصه على العجينه، هنحط بقى ايه السلامي. عملتها في دقيقه، هتاخد 3 دقايق في الفرن او 4 دقايق، يبقى في 5 دقايق يا باشا عملت البيتزا بتاعتك. احنا ممكن ندخلها الميكرويف لان هي برضو مستويه، فاحنا بس بنسيح الجبنه تنفع في الميكرويف. وكمان ده حاجه حلوه للاطفال، يعني احنا ممكن نسيب لهم الحاجات بره. كيس الصلصه متحدد على حسب البيتزايه، الجبنه متحدده على حسب البيتزايه، بيزوقوها بس يحطوها في الميكرويف بس على حاجه عاليه، يعني حاجه مفرغه. انا دلوقتي لو انا عايز مثلا اشتري العجينه مع كيس الصلصه ومع كيس الجبنه، كله كام بقى على بعضه؟ الثلاثه اللي هم الكبار ب 80. تمام. ولو حد اخد من عندي الصلصه مع الجبنه بيبقى ده ب 55 مع بعض. نعمل من الصغير عشان الناس ساعات بتخاف انها تنشف منها، احنا نفس بالظبط التكنيك بتاعها هي. احنا ممكن بقى نغير ايه، نعمل مثلا باي صوص كده عندنا، يعني افكار بقى المطاعم بره احنا بنعملها. دي كده السلامي خلصت خلاص. دي بقى اللي من ايد حضرتك اللي لسه عاجنها وخابزها. دي يا جماعه اللي انا عاملها. عارف فوانيس لما كان بيجيب من بره ويحط في الكراتين بالظبط. الله الله الله. دي اللي انا لسه عاملها. بسم الله. الله، انا مش عارف اشكرك ولا اقول لك ايه. انا خلاص انا شكلي كده بقيت مدمن. العجينه لما انا دقتها لوحدها كانت حلوه قوي، ميكس اللحوم وداها في حته ثانيه. تسلم ايدك يا شيف اسراء بجد والله. دي بقى اللي احنا عملناها في الميكرويف. نشوف اللي هي ميكرويف. بسم الله. حلو قوي برضه. فرن شغال، ميكرويف شغال، في الصحراء شغال، في اي مكان شيف اسراء هتاكلنا بيتزا. الصغيره والكبيره الاثنين طعم واحد، انا مش شايف اي فرق. الاطفال هيبقوا مبسوطين قوي بعد الفيديو ده والله. العجينه يا جماعه عالميه. انا برضو يا استاذ عمرو مطلع جمله
لكافيهات، مدارس، الكلام ده، بدل ما يجيب شيف يعمل عنده. تصدقي بقى. ونقعد برضو نطلب بره، نقعد 45 دقيقه لحد ما الاوردر يطلع. انا تصدقي. في كافيه او كده حتى لو بقدم مشروبات على طول وبتطلع. يعني يا جماعه اي كافيه ما فيهوش اكل اصلا وشغال مشروبات بس، ممكن يجيب حته فرن ويشتري عجينه البيتزا والصلصه ويعمل هو البيتزا في 5 دقائق. انا لو زبون دخلت كافيه وطلبت بيتزا ونزل بعد 5 دقائق انا هتجنن. اللي هو عملها ازاي؟ انا بشكرك ومبسوط جدا ان انت عرفتني بالبيتزا دي بجد والله العظيم. وعايز اقول لك هي فعلا حاجه تستاهل الدعم، يعني حاجه انا ما قابلتهاش. انا عن نفسي اكلت البيتزا اللي هي مجمده دي من براندات اللي هي موجوده في السوبر ماركت، الصراحه مش كده. لا بجد انت عامله حاجه تستاهل عليها الشكر، وربنا يوفقك يا رب. شكرا جدا. واشوفك كده براند كبير قوي ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك. تسلمي يا شكراً شيخ على إنك اسراء. نورتنا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. تسلمي يا ست الكل.